لو وصلك الفيديو ده يبقى انتي اكيد من المحظوظين. هقولك ليه. لان انا هقولك على وصفة النهاردة هتوحد لون البشرة، هتخلي وشك ورقبتك لون واحد، هتزيل الرؤوس السوداء، هتديكي نضارة، اي تسبغات مش هتكون موجودة. انا بسميها الوصفة المنقذة او الماسك المنقذ. غير ان هي حاجاته كلها في البيت وما بنشتريش اي حاجة نهائي من بره، ولكن وصف يعني ماسك خطير 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 جدا بجد. مش هطول عليكم في الكلام. انا قبل العيد استخدمه، قبل اي خروجه مهمه استخدمه، لان النتيجه بتاعته بتظهر معانا من اول مره. يلا بينا نشوف هنعمل الماسك ده ازاي. في البدايه صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الفيديو. هنجيب اي حاجه كده، اي طبق، وهنجيب بيضايه. هنبدأ ناخد صفار البيضة، يعني البياض مش عايزينه، هناخد الصفار بس. بصوا كده انا البياض نزل معايا بس. كده هاخد الصفار بس بالشكل ده. البياض بقى نستخدمه في ماسك تاني هقول لكم عليه. طيب هناخد ايه تاني؟ هناخد معانا واهم حاجة هي معلقة من البن. اي قهوة سريعة الذوبان عندك تنفع. وكمان معلقة كبيرة هرمية كده من النشا. هعجن بقى الكلام ده كله بايه؟ هعجنه بمعلقة من الحليب. هبدأ ان انا ادوبه، هدوبه حلو كده. عايزه اقول لكم جميل جدا فوق مما تتخيلوا. انا هجربه معاكم على ايدي، ولكن انت طبعا هتحطيه ايه على وشك. وانتي بتحطيه على وشك تحافظي ان هو ما يجيش على رقبتك، ماشي؟ قصدي لا، يجي على رقبتك عادي طبعا. تحافظي ان هو ما يجيش على حواجبك، تمام؟ البيبي هير، اي حاجه انتي مش عايزاها تتشال حافظي ان هو ما يجيش عليها. لان الماسك ده كده زي ما بيقولوا عليه هيشيل الاخضر واليابس. تمام. هنبدأ بقى ان احنا ناخده وندهنه على وشنا طبقة خفيفة، ماشي؟ مش هنحط طبقة تقيلة، هنحط طبقة خفيفة. هقولك ليه. اول حاجة علشان ما تتألميش وانتي بتشيليه قوي، يعني كل ما تقلتي كل ما بقت الازالة بتاعته صعبة. خلاص، المهم ان انا ايه، هبدأ افرشه بقى. هحط كده طبقة خفيفة. بعد كده ممكن تجيبي منديل، خلاص، وتروحي حاطة المنديل، وفوق المنديل تروحي حاطة طبقة تاني. هنا بقى تاخدي نتيجة بصراحة يعني 10/10. طبعا انا على ايدي مش هحط المنديل، ولكن انا دلوقتي هعمص كده على وشي، وهعمل موضوع المنديل زي ما قلتلكوا كده، هعمله على وشي. خلاص، لكن انا بوريكي بس كمثال على ايدي. بتبدأي ان انت تحطي كده وتسيبيه لحد ما ينشف معاكي خالص، ماشي؟ بعد ما ينشف معاكي خالص هنبدأ بقى ان احنا نشيله. هسيبه بقى ينشف، هوقف الفيديو دلوقتي واسيبه ينشف وارجع لكم بعد ما ينشف ان شاء الله. عو بصوا بقى يا بنات، انا عملت ايدي التانية. انا مكنتش عايزه اعمل ايدي التانية عشان اوريكم الفرق، بس قلت عشان الفرق ده ما يبقاش في ايدي انا بعدين يعني. فعملت ايدي التانية ونسيبهم بقى ايه ينشفوا مع بعض. وها هنا العودة. سامحوني بقى عشان انا ايه حاطه على وشي، فانا وشي مشدود، حاسه ان هتكلم زي الزومبيين. المهم بصي، هنا ايدينا نشفت اهي. تمام. نبدا بقى ان احنا ايه
ان احنا نشيله. ماشي، هو هتشال، ممكن تفركيه ماشي. يعني لو هيتشال معاكي كطبقة واحدة. بص انا عايزة اقول لكم بقى ان المنديل هو اللي هينفع، المنديل هيخليه يتشال معاكي طبقة واحدة. يا ريت كنت حطيت على ايدي كمان، ولكن بصي افركيه. بصوا الصباع منور ازاي اللي فركناه. افركيه عادي، اللي يتشال معاكي يتشال واللي ما يتشالش افركيه. لكن طبعا الوش عشان احط عليه مناديل دلوقتي فهيتشال معايا ايه طبقة واحدة. فخلاص يبقى انتي يعني حتى لو عملتي ايدك زي كده حطي عليها المنديل، عشان المنديل هيساعدك وانتي بتشيليه. خلاص المهم بقى ايه، اروح اعمل ايدي كلها، مضيعش وقتكم معايا. خلاص يبقى زي ما قلت لكم كده، لما تعمليها اعملي بمنديل. خلاص هفرك بقى ايدي كلها واغسلها واجيلكوا. بس بصوا شايفين بصوا، مش عارفه باين معاكم ولا لا، معلش على الدوشه بقى اللي الاستاذ حمزه عاملها. بصوا شايفين الفرق؟ مش عارفه باين معاكم ولا لا. ده هو يعني لسه ولا غسلت ولا عملت. يلا هرجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات، بصوا ايدي لسه مبلوله اهي، عشان بس ما تقولوش انا حطيت كريم او اي حاجه، يا دوبك انا غسلتها. وده الشكل اهو، يا رب يكون باين معاكم. طبعا الاضاءه وحشه فمش باين. شايفين؟ جميله. عايزه اقول لك لو انت عايزه تعملي نص مقادير الماسك اعمليها، لان بصوا انا عملت ايدي وعملت رجلي ولسه فاضل اهو. الا بقى اعملي انت واخواتك وحبايبك. بس كده نشفي بقى ايدك ورطبيها وادعيلي. وفي اللحظه دي بقى لينا واقفه مع بعضينا، واقول لك اول مره بتشوفي قناتي اشتركي معايا، انزل لكم حاجات حلوه قوي وجامده جدا. وطبعا ما تنسيش تفعلي زر الجرس، ولو الفيديو ده عجبك ما تنسيش تحطيلي لايك. باي باي.